بصوا يا رجاله اللي معاهم ايفون، نصيحه كده: لو انت معاك ايفون ومعاك موتوسيكل ومعاك هولدر حطه على الموتوسيكل، بلاش تحط التليفون في الهولدر. ليه بقى؟ انا ما كنتش عايز اشيل الهولدر ده، لان هي متعه ان انا ابقى ماشي على الجي بي اس من غير ما كل شويه اقف اطلع التليفون والكلام ده. تمام. فالتليفون كان بيتهز جامد قوي، وانا ما كنتش حاطط في بالي يعني ان ممكن يحصل حاجه. فجت بعد يومين بالظبط، مش هقول لك كتير، بعد يومين جيت بفتح الكاميرا بتاعه التليفون، لقيت الكاميرا بتزن وبتترعش كده. فلما عرفت ان ده بسبب الفايبريشن ومحتاج اروح للراجل بتاع الصيانه يفتح التليفون ويظبط حاجه في الكاميرا. فللاسف كده بوظ لي التليفون. التليفون ما كانش فتح قبل كده، كنت بنزل بيه البحر وبسين وكده، فهيضطر يفتحه، فبالتالي مش هعرف انزل بيه. بس الحمد لله جت في التليفون بتاع الشغل الايفون القديم. فنصيحه: اي واحد معاه هولدر بلاش يحطه على الموتوسيكل، يحط فيه تليفون، علشان بيقولوا الايفون بالذات هو اللي بيتضرب بسبب الموضوع ده. احلى مسا عليك.